ده بجد الغدر لما بيجي من اقرب الناس. في اول يوم مدرسه رحت قلت للبست بتاعتي ان في بنت بكرهها ومش عايزاها تقعد جنبنا علشان البنت دي مستفزه جدا. وفي اول يوم زي ما توقعت عملت مشكله مع البنت دي لاني الحقيقه كنت بتكلم عليها، بس البست هي كمان كانت بتتكلم عليها والله مش انا بس. وبعد كام يوم عملت مشكله مع البست، وبعدها اكتشفت ان البست راحت قالت كل حاجه للبنت دي، واكتشفت كمان انها بتتكلم عليا وبتشتمني وما بقتش اكلمها. المشكله بقى اني كل يوم لازم اتعرض للتنمر من البست، وانا من النوع اللي شخصيتي ضعيفه، وانا بجد زهقت والنبي ادوني حل. ما كنتش متوقعه ان الغدر يجي من اقرب الناس ليا. بجد القصه دي مستفزه لاني بكره التنمر، واللي بيستفزني اكتر هو ضعفك. يا بنتي كلي اي حد يجي عليكي، على راي ريا وسكينه هي موتة ولا اكتر. رساله مني ليكي بجد لازم تتعلمي تدافعي عن نفسك. القصه التانيه، في يوم كنت في المدرسه وجت صاحبتي تقول لي ان البنت اللي بكرهها جدا هتقعد معانا، وانا قلت ماشي خلاص كده كده اليوم قرب يخلص اصلا. ومن اول ما قعدت وهي عماله تضايقني وانا سكت عشان كنت معروفه في المدرسه اني مش بعمل مشاكل، وكانت قاعده عماله تستخدم في حاجتي وانا مستحملاها. وفجاه لقيتها مسكت شعري، معرفش ليه بس كله الا شعري، وهي مسكته جامد يعني تقريبا كانت بتشده. فانا اتعصبت ورحت ماسكاها وماسحه بيها الارض. هو انا صح ولا لا؟ انت متاخره قوي في اللي انت عملتيه ده على فكره.